اسمي عادل، عمري 21 سنة. حياتي انقلبت رأساً على عقب في ليلة واحدة. كنت شاباً عادياً، والدي يعزمني ويوفر لي كل ما أحتاج. لم أكن مسؤولاً عن أي شيء سوى دراستي. لكن القدر كان له رأي آخر. فجأة ودون سابق إنذار توفي والدي رحمه الله، وتركت وحدي. ليس وحيداً بالمعنى الحرفي، بل مع أمي وأختي الصغيرة اللتين أصبحتا مسؤوليتي الكاملة. في لحظة تحولت من شاب يتعلم ويعتمد على غيره إلى رجل يجب أن يعيل أسرة كاملة، يكمل تعليمه ويحمي بيته من الجوع. العزة بالنفس كانت أكبر عدو لي. لم أستطع أبداً أن أمد يدي لأحد ولا أن أطلب المساعدة. كنت أعرف أنه إذا تأخرت يوماً واحداً فقط لن نجد طعاماً نأكله. لذلك بدأت رحلة البحث عن عمل. مشيت على أقدامي ل3 أيام متواصلة حتى تورمت قدماي، لكنني لم أستسلم. كل شركة أذهب إليها ترفضني. ليس لدينا فرص للشباب. تعال بعد شهر. معذرة، انتهى الدور. كنت أفقد الأمل تدريجياً، لكن المسؤولية كانت تدفعني للأمام. في اليوم الذي كاد قلبي أن ينكسر تماماً، دخلت شركة صغيرة لتجميد وتوزيع الخضروات. كانت مملوكة لسيدة في الأربعينيات من عمرها، منفصلة منذ سنوات. هي ليست كأي سيدة أعمل معها. كان وجهها هادئاً، لكن عيونها تحكي قصصاً عن خيانة وصعوبات. عندما عرفت أنني طالب في كلية الزراعة، طلبت مني مساعدتها في حساب بسيط، وفعلاً استطعت حله بسرعة. نظرت إلي وقالت: دماغك حلوة، هتشتغل معايا من بكرة، بس في شرط صغير. خفت كثيراً من داخلي. ما هذا الشرط؟ هل هو شيء لا يتفق مع مبادئي؟ لكنني كنت مستعداً لأي شيء لأوفر لقمة العيش لأمي وأختي. وافقت دون أن أسأل. قالت لي: هتشتغل نص يوم في المصنع والنص التاني عندي في البيت. عندي قطعة أرض محتاجة حد يزرعها. كانت المفاجأة أن قطعة الأرض لم تكن صغيرة كما توقعت، بل كانت مساحة شاسعة خالية تماماً من أي زراعة. وهنا كان التحدي الحقيقي الذي سأواجهه. هل وافق عادل على الشرط رغم خوفه؟ وماذا سيكتشف في قطعة الأرض التي ستغير حياته تماماً؟ عندما ذهبت إلى منزل هذه السيدة التي تدعى سيدة لأول مرة، صدمت. تخيلت قطعة أرض صغيرة خلف البيت، لكن ما رأيته كان حوالي فدانين من الأرض الجرداء. لا زراعة، لا حياة، مجرد تراب يابس. قالت لي سيدة: كل من حاول يزرعها خسرني فلوساً كثيرة. الزراعة ما كانت تنجح، والناس ما كانوا أمناء. نظرت إلى التربة عن قرب، وبفضل دراستي للزراعة أدركت المشكلة فوراً. الأرض كانت تفتقر للعناصر الغذائية الأساسية، وكانت طرق الري خاطئة تماماً. قلت لها: المشكلة مش في الأرض، المشكلة في الطريقة. أعطني 6 أشهر فقط. بدأت رحلة شاقة. كل يوم بعد أن أنهي عملي في المصنع، مراجعة الميزانيات، الفرز والحسابات، كنت أذهب إلى الأرض لأعمل حتى المساء. أعالج التربة، أضيف الأسمدة المناسبة، أخطط للري، وأزرع بذوري الأولى. كنت منهكاً للغاية، لكن شيئاً غريباً كان يحدث. كلما رأيت سيدة تشجعني، كلما شعرت بطاقة جديدة. هي لم تكن فقط صاحبة عمل، بل كانت تهتم بي كأم. تسأل عن دراستي، تعطيني وقتاً مرناً، وتدفع لي راتباً كبيراً جداً، أكثر مما كنت أحلم به، لدرجة أنه كان يكفيني أنا وأمي وأختي مع زيادة. في أحد الأيام أثناء استراحة قصيرة سألتها: كيف تعيشين وحدك في هذا البيت الكبير؟ جلست بجانبي وبدأت تحكي. كانت قصتها مؤلمة أكثر مما توقعت. قالت إن زوجها السابق كان مدمناً للمسكرات، مسيطراً، وضيع أموالها كلها، كما حرض أولادها عليها. لديها ابنتان متزوجتان، لكنهما قاسيتان معها، يلومانها على طلاق والدهم ويصفونها بالظالمة. صدمت. هذه المرأة القوية التي تدير شركة وبيتاً بمفردها كانت تبكي أمامي بصمت.
شعرت بضعفها لأول مرة، وقررت في قلبي أنني لن أتخلى عنها. مرت 6 أشهر من التعب والشقاء، ثم جاء اليوم الذي حصدنا فيه أول محصول. وقفت سيدة تمسك بأول ثمرة خضار نضجة، والدموع في عينيها. المبلغ المالي الذي جنيناه كان كبيراً جداً لدرجة أنها لم تصدق نفسها. نظرت إلي وقالت: أنت غيرت حياتي يا عادل، ومنذ تلك اللحظة لم تعد علاقتنا مجرد صاحب عمل وعامل، بل أصبحت شيئاً أعمق. كنت أتعود عليها وأحب التواجد بجانبها، لكن قلبي كان يخاف من شيء واحد: هل ستفهم أمي كل هذا؟ هل يتحول الإعجاب بين عادل وسيدة إلى حب؟ وما رد فعل عادل عندما تعرف بهذه المرأة القوية؟ الأيام مرت بسرعة، وعلاقتي بسيدة أصبحت أقوى من أي وقت مضى، لكن داخلي كان يعتريني شعور غريب. كنت معجبة بها بطريقة لم أتوقعها أبداً. لم يكن الإعجاب بسبب جمالها واهتمامها بنفسها فقط، رغم أنها كانت تبدو أصغر من سنها بكثير، بل بسبب قلبها الكبير، إنسانيتها، وتضحيته من أجلي. في يوم ما، وبعد أن أنهينا عملاً شاقاً في الأرض، جلست بجانبها وقلت بصراحة: أنا معجب بك أكثر مما تتخيلين. أريد أن نرتبط رسمياً. خفت من رد فعلها. نظرت إلي طويلاً، ثم قالت بعيون حزينة لكن حازمة: لا تظن أنني لا أشعر بنفس الشيء. أنا معجبة بك من أول يوم شفتك فيه. أنت شاب ملتزم محترم ومثقف، لكننا لا نناسب بعض. سألتها: لماذا؟ أجابت: أنت لسه قدامك العمر كله، وأنا نص عمري راح. ما أقدرش أظلمك معايا. يوم من الأيام هتندم وهتتمنى لو اتجوزت بنت في سنك. لم أقتنع. كافحت كثيراً لإقناعها، لكنها وضعت شرطين قاسيين. الأول: أنها لن تنجب أبداً، لأنها تخاف أن يأتي يوم وأندم على وجود أولاد منه. والثاني: أنها إذا أراد يومها أن أتزوج بأخرى أو أغير حياتي فلها كامل الحرية، بشرط أن أكون صادقاً معها ولا أخون أمانتها. صدمت في البداية، لكن كلامها كان عاقلاً ومنطقياً. احترمتها أكثر. ذهبت لأمي وحكيت لها كل شيء. أمي بكت وقالت: يا ولدي، أنا كنت متمنية أفرح بعروسة صغيرة زيك، لكن إذا كنت مصراً وخليك حريص. الست دي كلامها موزون، بس خاف تعلق فيها لدرجة إنها تحطمك لو حصل مشكلة. ورغم تحذير أمي، قررت المضي قدماً. بعد إلحاح طويل مني، وافقت سيدة أخيراً على الزواج. لكن ليلة زفافنا كانت الأسوأ في حياتي. بعد كاتب الكتاب ب5 دقائق فقط، دخلت ابنتاها وأزواجهما، وبدأت المشاكل. اتهموني بأنني صياد ثروات، وقالوا لي كلاماً جارحاً أمام الجميع. لم أستطع تحمل إهانة كرامتي، فأخذت أغراضي ومشيت. شعرت أن كل شيء انتهى قبل أن يبدأ. هل ينهار الزواج قبل أن يبدأ فعلاً؟ وكيف ستتصرف سيدة بعد موقف بناتها القاسي؟ الجزء الرابع يكشف المفاجأة. بعد يوم واحد من ليلة الزفاف الكارثية، فوجئت بسيدة تأتي إلى منزل أمي. كانت عيناها حمراء، وبكت وهي تقول لي: أنا أسفة لكل اللي حصل. ابنتاي تصرفوا بطريقة وحشية، وأنا عارفة إن ده أذاك، بس أنا بحبك ومش عايزة أخسرك. قالت لي إنها وزعت على بناتها جزءاً كبيراً من ميراثها وأرضتها، وأقنعتهم بأن الجزء المتبقي سيكون لهم بعد وفاتها. ثم طلبت منهم أن يعتذروا لي في عشاء عائلي. قالت: تعال النهاردة البيت نبدأ صفحة جديدة. بصراحة كنت خائفاً. كرامتي كانت مجروحة، لكن نظرت إلى وجهها، رأيت امرأة تحبني بصدق وتحارب من أجلي. وافقت. ذهبت إلى العشاء، وكان الموقف محرجاً في البداية، لكن بناتها اعتذروا بطريقة مهذبة، ووعدوا بعدم التدخل مجدداً. انتهى العشاء وعدنا إلى غرفتنا. أول ليلة حقيقية لنا كزوجين. وتلك الليلة يا جماعة لا يمكن وصفها. اكتشفت أنني لم أكن أعرف معنى الزواج قبل هذه الليلة. لم أكن أعرف معنى الحب الحقيقي، الأمان، الانسجام. سيدة كانت امرأة مختلفة تماماً خارج غرفة النوم وداخلها. مثقفة، رقيقة، تعرف ماذا تريد.
وتعرف كيف تجعلني أشعر بأنني رجل حقيقي. شعرت بسعادة لم أشعر بها من قبل في حياتي. في الصباح قمت بعمل توكيل رسمي لها بكل أملاكي وأعمالي، وتركتها تدير كل شيء لأنني وثقت بها أكثر من نفسي. لأول مرة فهمت أن الحب ليس مرتبطاً بالسن. كنت أعتقد أن الحب شيء للصغار فقط، لكنني وجدته في سن 40، بل وأقوى وأعمق من أي شيء تخيلته. سيدة غيرت حياتي تماماً وجعلتني أشعر بأنني أعيش من جديد. وفي قرارة نفسي قررت شيئاً مهماً جداً. بعد أن كنت أنا من رفضت الإنجاب، ها أنا أريد أن أرزق بأولاد منها. لم أعد أخاف من المستقبل لأنني أحبها بجنون. قررت أن أطلب منها تغيير رأيها، لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن متوقعاً أبداً. هل توافق سيدة على إنجاب الأطفال بعد أن كانت رافضة تماماً؟ وماذا تفعل بناتها عندما يعلمن بقرارها الخطير؟ الجزء الخامس يحمل الصدمة الكبرى. بعد أسابيع من السعادة التي لم أشعر بها في حياتي، لاحظت تغيراً غريباً في تصرفات سيدة. كانت تشعر بالغثيان صباحاً وتنام كثيراً وتأكل أشياء غريبة. في البداية ظننت أنها تعبت، لكن عندما أصررت عليها أن تذهب للطبيب عادت إلي مبتسمة وقالت: مبروك يا عادل، أنا حامل. لم أصدق. هي التي قالت إنها لا تريد أطفالاً أبداً. تغير رأيها من أجل حبها لي. شعرت بأنني أسعد رجل على وجه الأرض. حضنتها وبكيت من الفرح. قالت لي: أنا غيرت رأيي لأني عرفت إنك هتكون أب رائع، ولأني بحبك بطريقة مش طبيعية. كنت أخاف عليها لأن سنها ليس صغيراً، لكنها كانت واثقة وقالت: ربنا هيكرمنا. بدأت أخطط للمستقبل، غرفة الطفل، الأسماء، كل شيء. حتى أمي التي كانت متخوفة في البداية فرحت كثيراً وبدأت تحضر لاستقبال حفيدها. لكن هناك من لم يفرح: بنات سيدة. لما عرفوا بالخبر انقلبوا تماماً. في نظرهم هذا الطفل يعني أنه سيأخذ حصتهم من الميراث، وأن والدتهم ستنساهم تماماً. بدأت المكائد تتوالى. مرت أسابيع وفجأة عثرت بالصدفة على رسالة نصية في هاتف سيدة من رقم غير معروف تقول: نفسي أشوفك، ليه بتتجنبي؟ متى نلتقي؟ انهار العالم من حولي. بدأت أشك: هل تخونني؟ هل كل هذا الحب كذب؟ بدلاً من أن أسألها بهدوء، تركت الغيرة تعميني. توجهت إليها غاضباً وقلت كلمات مؤذية: أنتِ مش جديرة بالثقة، زي ما جوزك السابق قال. نظرت إلي بصدمة، دموعها نزلت، وحاولت أن تشرح لكنني رفضت الاستماع. في لحظة ضعف مسكت هاتفها ورأيت المزيد من الرسائل. بكيت وقلت لها: انتهى كل شيء بيننا. تركت المنزل ورميتها باليمين. لم أعرف حينها أن هذه الرسائل كانت مفبركة بالكامل من بناتها. وضعوا سم في قلبي وصدقتهم لأنني كنت أعشقها بجنون، والغيرة أعمت عيني. هل يكتشف عادل الحقيقة قبل فوات الأوان؟ وماذا سيحدث لحمل سيدة بعد هذه الصدمة؟ الجزء الأخير يكشف النهاية الصادمة. بقيت بعيداً عن سيدة لمدة أسبوع من العذاب والأرق. كنت غاضباً، حزيناً ومدمراً، لكن شيئاً ما بداخلي كان يقول لي: أنت أحمق. هذه المرأة ضحت بكل شيء من أجلك. في اليوم السابع تلقيت مكالمة من مستشفى. كان الطبيب يقول: زوجتك تعرضت لنزيف حاد، هي في خطر وتطلبك. ركضت كالمجنون. عندما وصلت رأيت سيدة شاحبة الوجه، ضعيفة وقد خسرت الجنين. جلست بجانب سريرها وبكت وقالت: الحمد لله إنك جيت. أنا بريئة يا عادل. الرسائل دي كانت من بناتي، عايزين يفرقونا عشان ميراثهم. سامحني لو كنت مقصرة. انهارت أمامي وبكت. سقطت على ركبتي. كيف كنت غبياً لهذه الدرجة؟ كيف صدقتهم بدون دليل؟ بكيت طويلاً وطلبت منها السماح آلاف المرات. سامحتني وقالت: تعالي نبدأ من جديد، بس خلي ثقتك فينا أكبر. غادرنا المستشفى بعد أيام، لكن شيئاً تغير في حياتنا. لم يعد الأمر كما كان. صحتها تدهورت بعد الحادثة، والاكتئاب أثر عليها بشدة. حاولت أن أعوضها عن كل شيء. كنت أخدمها ليل نهار،
لكن الفرصة لم تعد. بعد عام توفيت بين ذراعي. نعم، ماتت سيدة. ماتت المرأة التي علمتني الحب والمسؤولية والرجولة الحقيقية. ماتت دون أن تنجب ودون أن ترى أولادنا. قبل وفاتها بيوم أوصتني ألا أندم، وقالت: أنت كنت أجمل حاجة حصلت لي في حياتي، متزعلش عليا، كمل حياتك، اتجوز، وخلف عيال تفرحك. بعد وفاتها اكتشفت حقيقة مرعبة: بناتها هما من خططوا لتلك الرسائل، وهما من تسببا في ضغطها النفسي الذي أدى إلى فقدان الجنين وتدهور صحتها. لكنني قررت ألا أطلب حقاً. تركتهم وانتقلت لأعيش بعيداً. الآن أنا في 30 من عمري، تزوجت من أخرى وعندي طفلان. لكن كل يوم أتذكر سيدة أتعلمت منها أن الحب الحقيقي ليس في الشكل أو السن، بل في التضحية والإخلاص. نصيحتي لكل شاب: إذا أحببت فلا تدع الغير والشك يضيعان أحلى ما في حياتك. هل تتصور أن تنتهي القصة بهذه الطريقة؟ شاركنا رأيك في التعليقات، وتذكر أن الحب الحقيقي لا يموت حتى لو رحل الحبيب.